بزاف ديال المغاربه كيشوفوا شي واحد عنده خط في يدو ولا عنده واحد جوج شعيرات في شعره فكيقولوا ليه انت زهري. فمنين جات هاد الزهري وعلاش كتقال؟ فالقصه كتقول ان الزهري كتعني هي الانسان اللي عنده الزهر بزاف، يعني الحظ، وهي اصلا مشتقه من واحد الكتاب ديال التصوف اللي سميتو زهر، كتاب يهودي ديال اكبر كتاب ديال السحر. المغاربه كيقولوا ان الزهري مزهار بزاف وانه هو كيعاون راسو كيعاون عائلته، وانا ربي اختارو باش يكون انسان مميز باش يعطيه الرزق هو والعائله ديالو. وكاينين بزاف ديال الناس كيقولوا ان الزهري الدم ديالو مبارك، وانه كيهرب دوك الجنون اللي كيكونوا حاضين الكنوزه، فكيقدروا انهم يذبحوا منه شي شويه ولا يجرحوه ولا يذبحوه كامل باش يخويو داك الدم على داك الكنز فين اكتشفوه هما، وكيخرجوا داك الكنز بسهوله. هادشي كاين الاباء كيقولوا عكس هادشي، فالاباء كيخافوا على وليداتهم اللي يشفروهم ويكونوا ضحيه ديال هاد الخرافات والشعوذه، فديما الاباء كيبغيو يحميو وليداتهم من هاد الناس. والزهريين كيف ما قلنا راهم انواع، كاين الزهري اللي من يدو عنده خط في يدو، كاين اللي عنده نخيلات في شعره، وكاين اللي زهري في عينيه. ومن هادشي كامل حنا كنقولوا ان لله في خلقه شؤون، يعني ربي كيف ما بغى يخلق شي واحد كيخلقه يعني. وهذه المعتقدات راها كتكون غالطه، والناس الزهريين باش نتاكدوا واش بصح عندكم الزهر حتى لهاد الدرجه وحنا ما في خبرناش.